بلذات وتخلو منه لذات، وهذا الحب من قلبي أشار عليك بالذات. فيا هذه انظري وصافي بعد نظراتي، فإني مؤمن حقا وأخشى هيبة الذات. فعندما أرى وجهك أذوب وتجري دقاتي، وأصحب سيم بسمتك أرى وجهك بمرآتي. فأحببت لي الدنيا وأحببت لي حياتي، أريدك حرمي في الأولى وفي الآخرة حور ذاتي. هذا القصيدة بتاعتي، القصيدة بتاعتي دي حاجة فكاهة كده. هتاخد حق غيرك. عيش يا وطني، عيش يا وطني، عيش. عيش في عدالة وفي حرية ما سبقلكش فيها تعيش. عيش في حماية رب الكون. انت الناقد بتاعي خليك معايا. عيش في حماية رب الكون، عيش في حماية أعظم جيش. عيش من بعد الثورة حياتك واطلب كل جميع طلباتك. كانوا زمان كاتمين على نفسك، دلوقتي قول اللي في نفسك. فضفض بوح واخرج كل الكبت وعيش. التظاهر والمعارضة شيء مكفول، حق وأقره الدستور، بس بشكل حضاري منظم وبسلمية كله يعيش. هي الفوضى ووقف الحال يا ولاد بلد اتأكل عيش. عيش يا وطن، عيش. عيش في عدالة وفي حرية ما سبقلكش فيها تعيش. يلي بتدعي الناس للفوضى وتحرضهم على التخريب، انت صحيح في بطاقتك مصري، لكن لو فتشنا وراك هنلاقي اصلك عنا غريب. ما هو لو اصلك مصر حقيقي تحزن ليها وتفرح ليه وتعيش عمرك ليها حبيب. التزوير في العهد الماضي كان شيء عادي. ما انتش مصر، ايوه يا اما تكون متنقر، ايوه يا اما خليط مش اصلي. يا ابني يا بنتي واخويا واختي، ليه تنصاعوا ورا الاشاعات؟ ليه تنصاعوا ورا الاكاذيب؟ اللي بيحصل ده في بلدنا في حقي وحقك اكبر عيب. الحريه مش معناها اني اخرب واحرق واضرب بالمنطوق، ولا معناها وطن يتدمر. الحريه دي معناها اعيش في امان وابني وعمر وانتج وازرع واخبز عيش. عيش يا وطن، عيش. عيش في عداله وحريه ما سبقلكش فيها تعيش. ابن بلدنا ماهوش درويش، ناصح واعي وزيه مفيش، فاهم عارف شايف كل اللي بيحصل، فاهم عارف شايف كل اللي بيحصل حواليه. وعلى ثورتنا من تشويش، ثورة مضادة كل هدفها توقفها وتعطلها ولا تمشيش. كل عشمهم يرجعوا تاني زي عشم إبليس في الجنة، بيحلم يرجع فيها يعيش. عيش يا وطن، عيش. عيش في عدالة وحرية ما سبقلكش فيها تعيش. يعني اسمحوا لي استاذنا احنا سعدنا جدا بالاستاذ سعيد نجم، الله يخليك. وانا عايز اعتذر لحضراتكم لان المسؤولين عن المكتبه طالبونا الان بالانصراف لانهم مرتبطين بموعد اخر. فيعني انا مش عارف اقول ايه. انا بعتذر للجميع. بالنسبه لمسابقه الطاقه وصلتنا عده اعمال تصلح كأغنيات. إن شاء الله الأستاذة منى المنير يوم الثلاثاء إن شاء الله على صفحة الرابطة ستعلن اسم الفائز، وسيتم تكريمه إن شاء الله في اللقاء القادم. خلاص كده السيد؟ ماشي. نعم، مسابقة عن بنعمل أغنية عن ترشيد الطاقة. افضل الاشياء او الاغنيات التي وصلتنا الى اليوم الاغنيه للاستاذ عدنان. دي مسابقه جايه ولا حاجه؟ والان نختم هذا اللقاء الطيب بقصيده لشاعره دمياط التي احتلت